السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم مبروك. كي راكم مع رمضان يا درا ولفتوا ولا بديتوا طيزوا؟ المهم اليوم عندنا هاد الوصفه تاع الخبز تركي بزاف هايل وبزاف مقطن ويجي خفيف ريشه، والعجينه تاعه ما عندي ما نقول لكم تقدروا ديروا بها مملي صالي. ولا نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا. كيما شفتوني كاس تاع 270 مليلتر درت نصه ماء وكملته بالحليب يكون دافي. زدت عليه ربع كاس تاع زيت، مغرف كبيره تاع خميره تاع العجين تاع الخبز، ونص مغرف سكر، وكملوا بالفارينه. زيدوا نص مغرف خميره تاع الكاطو، وزيدوا الملح. انا الملح هنايا الفيديو ما تسجليش. لموا العجينه تاعكم حتى تنتلم غايه. بعد ما تنتلم لكم قلعوها، ديروا شويه زيت في يديكم وعجنوها 2 دقائق حتى 3 دقائق وخلوها تطلع. وبعد ما يتضاعف الحجم تاع العجينه تاعنا حلوها. بون العبر اللي درتها لكم تاع كاس تاع ما فيه خبزه كبيره ولا 2 خبز صغار، نتوما تتحكموا فيها كيما طلع لكم. الا بغيتوا ديروا الكميه بزاف ضاعفوا الحجم. كيما شفتوني هنايا نزلت الخميره من العجينه تاعي وحليتها في البلا. انا درت شويه زيت وشويه فارينه باه ما تلصقليش، ولا ديروا بابي كويسون. حلوها كيما راكم تشوفوا، يجي السمك تاعها 1 سنتيم حتى 2 سنتيم. وكيما راكم تشوفوا خدموها هكا غير بصبعتيكم، ومن بعد ما تخدموها كامل ديروا لها صفار البيض ولا البيض حبه بيض كامله ودهنوها من الفوق. انا درت شويه سانوج وشويه جلجلان، التزيين اختياري كيما طلع لكم نتوما. خلوها تخمر ربع ساعه حتى 20 دقيقة. بعد ما تشوفوها طلعت دخلوها في الفرن 180 درجة، عندكم 30 دقيقة حتى 40 دقيقة كل وحدة والفوق تاعها. هذه الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم، ونلتقي في وصفة اخرى ان شاء الله. صحة فطوركم، باي باي.